السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى يلقاكم في أحسن الأحوال. كما كتشاهدوا اليوم غادي نشارك معكم حلوة المعلكة بالقرقاع واللوز. كتجي قمة في الروعة وكتجي بواحد المذاق مميز أكثر من رائع. دغيا كتوجد وما كتاخذ نهائيا وقت طويل في التحضير وبمقادير قليلة. فما تنسوش رجاء الاشتراك بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. فكما كتشاهدوا كتجي ما شاء الله معلكة ولذيذة بزاف. فنتمنى تعجبكم الطريقة باش نقدمها لكم اليوم وتجربوها. وندوزو على بركة الله للمكونات وطريقة التحضير. فمكونات بسيطة كما كتشاهدوا غادي نحتاج 250 غرام ديال اللوز، 250 غرام ديال القرقاع، 220 غرام ديال السكر الناعم او السكر كلاصي، 4 ديال البيضات، قشور ديال الليمونه او حامضه وحده، قشور اللي حكيتهم، ملعقه كبيره ديال الكونفيتور ديال المشماش مربى المشماش. وندوزو لطريقه التحضير كما شاهدتوا. بسم الله. اول حاجه خديت اللوز والقرقاع، ضروري نصهدهم واحد شويه في الفران او الاير فراير الى عندكم. ما خصهمش نهائيا يتحمروا، فقط نصهدوهم شويه غير باش تحيد منهم ديك الرطوبه. ونحيدوهم من الفران او الاير فراير تقريبا واحد 2 دقائق نخليهم في الفران. فكما كتشاهدوا انا هنا كنحركهم باش تدخل معهم الحرارة خصها تكون متوسطة. ونخرجوهم من بعد 2 دقائق، ثم مباشرة غادي نوضعهم في الطحانة الكهربائية. خصهم يطحنوا ماشي حتى كيتعلكوا ويطلقوا الزيت، فقط نطحنوهم مزيان حتى يولوا لنا على شكل بودرة بهذا الشكل هكا. هذا هو الشكل ديالهم. غادي نضيف لهم 220 غرام ديال السكر ناعم او سكر كلاصي صافي، وغادي نخلط جيدا حتى كتنسجم ليا هاد النواشف كلها. فبواحد الملعقه كنحاول نخلط مزيان هاد النواشف. ممكن تستعملوا اليد ديالكم حتى كيدخل هذاك السكر كلاصي مزيان في اللوز والقرقاع. ثم كذلك نضيف قشور الليمونه حامضه اللي حكيت، ونضيف كذلك ملعقه ديال الكونفيتير مربى المشماش. يكون من الاحسن هذا المعلك ما يكونش داك الجاري. ومن بعد غادي نضيف اصفر ديال البيض، غادي نضيف 4 ديال اصفر ديال البيضات. بالنسبه للبيض الا كان صغير، انا هنا عندي البيض شويه كبير فاستعملت 4 ديال الصفر ديال البيضات. والا كان عندكم البيض صغير فربما تحتاجوا ل5 صفر بيضه. لذلك كيبقى على حسب النوعيه ديال البيض. فكما كتشاهدوا احتفظ بالابيض ديال البيض لانني غنحتاجو كذلك في هذه الحلوه. ضفت كذلك القليل من الملح وصافي غادي نخلط هذه العناصر كلها جيدا حتى كنحصل على عقده ما تكونش مرخوفه بزاف وما تكونش قاصحه. الا جاتكم العقده قاصحه نضيفوا كما قلت لكم اصفر بيضه اخرى. كما قلت لكم كيبقى على حسب الحجم ديال البيض. فكنخدموا العقده حتى كنحسوا بها ولات معلكه. خاصها تكون بهذه الصوره كما قلت لكم، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش مخوفه بزاف. وكندوز باش نشكل الحلوه ديالي كما كتشاهدوا. فبالنسبه للحلوه غادي نحتاج اللوز كونكاسي، فواكه معسله باللون الاحمر، وابيض البيض اللي بقى لينا باش خدمنا العقده. فغادي ناخذ كميه من العقده كما شاهدتوا تقريبا الحجم ديال 20 غرام حتى ل 21 غرام. ما نفوتوهاش هاد العبار باش ما تجيكمش المعلكه كبيره بزاف. فهاد العبار كتجي به المعلكه متوسطه في الحجم. فكندوز الوجه ديال الحلوه في ابيض البيض، ثم كندوزهم في اللوز كونكاسي، وثم كنوضع الحبه ديال السوريز معسل في الوسط. وتيبقى لكم الاختيار في التزيين، ممكن توضعوا فقط اللوز كونكاسي او لا تضيفوا كذلك قرقعه في الوسط
تيبقى لكم الاختيار في التزيين. فكنستمر بنفس الشكل حتى كنكمل الغريبات ديالي كاملين. ثم غادي نهضر لكم على طريقه الطهي ديال هذه المعلكه، فهي مهمه جدا بالنسبه لهاد المعلكه ولا جميع المعلكات اللي كنخدموهم بهذه الطريقه، ما كيكونش فيهم الطحين وكيكون المربى. ردوا البال بزاف طريقه الطهي لي. الا خلينا المعلكه بزاف في الفران فغادي نلقاو المعلكات من بعد ما كتبرد كيقصحوا لينا، كيكونوا فات فيهم الوقت في الطياب، فداك المربى كيطيب وكيقصح الحلوى. فهاد المعلكه خصها ما تفوتش المده ديال الطياب، تقريبا 5 ديال الدقائق. الا فاتت هاد المده فغادي تقصح لينا المعلكه من بعد ما كتبرد. بالنسبه لهاد اللوز كونكاسي راه ما تيسقطش، كيبقى شاد في المعلكه. بالنسبه للفران راني شعلت عليه مسبقا حراره متوسطه، حيت كندخلو الطاوه خاص نخدمو النار اللي كتكون في الاسفل هو الاول حتى كنحسو بالغريبه طابط من الاسفل، ثم نخدمو النار اللي كتكون من الفوق ونخليهم تقريبا 3 دقائق حتى فقط غير تاخذ لينا داك اللون الذهبي ونخرجوها. ما تخافوش حيت كتخرجوهم كتكون رطبه بزاف، ولكن حيت كتبرد كتجمع وكتعلق. فهذا هو الشكل النهائي ديال المعلكه باللوز والقرقاع اللي شاركت معكم. ان شاء الله تجربوها بالصحه والراحه وتنال الاعجاب ديالكم، فكتجيب واحد المذاق اكثر من رائع. فبدوك القشور ديال الليمون او الليمونه الحامضه كيتواتى بزاف مع القرقاع، فكنأكد بزاف على الطهي، ما خصهاش تخلوها بزاف في الفران، فقط تاخذ داك اللون الذهبي. واخا كنحسوا بها مازال خضراء يعني مازال ما طابتش، غير لان داك الكونفيتور والسكر هما اللي سخان وهما اللي كيطلقوا لنا الحلوى. ولكن اين فوا كتبرد الحلوى فكيتجمع هذاك الكونفيتور مع السكر وكتعلق لنا الحلوى ديالنا. فحيت كنخرجوا الغريبه من الفران خاصكم تخليوها في الطاوه حتى كتبرد تماما باش كتشبر في راسها وكيبرد لينا داك المربى او الكونفيتور وسكر وكتولي معلكه. وديك الساعات ممكن نحيدوها من الطاوه باش ما تهرسش لينا. فغادي نقسم معكم واحد الغريبه باش نقربكم للصوره اكثر للتعليكه ديال هذه الغريبه. فكما كتشاهدوا الغريبه ما محمراش بزاف، فقط واخده اللون الذهبي. ودائما كنحتفظوا بهذه الحلوى في واحد العلبه اللي تكون محكمه الاغلاق باش تبقى لنا الحلوى طريه ومعلكه. ودائما بين الطبقات ديال الحلوى كنوضعوا واحد البلاستيك غذائي باش كل طبقه تبقى محافظه على الشكل ديالها. فشوفوا ما شاء الله التعليكه كيفاش كتجي هاد الحلوى، وكتجي كذلك طايبه من الداخل. فنتمنى تعجبكم الطريقه باش قدمتها لكم اليوم وتجربوها، خصوصا وحنا مقبلين على عيد الفطر. فهذه فكره بسيطه لتحضير الحلوى ديال العيد. شكرا جزيلا على المشاهده، دمتم في امان الله وحفظه، والى فيديو قريب باذن الله. السلام عليكم.